فكنت دايما بستغرب انا بقى معايا الحاجه اللي انا دعيت ربنا كتير انها تكون معايا، بس انا ليه مش مبسوط؟ السلام عليكم. افضفض معاكم شويه، اكلمكم عن فتره معظمنا مر بيها، نفيد بعض. يعني ممكن لما احكي اوصل لحاجه في الكلام، وممكن لو حد مر بالحاجه دي يحكي لنا تجربته، او ممكن يقول حاجه تفيدنا يعني، او بنحكي وخلاص. يعني احنا في رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. احنا ليه تايهين يا جماعه؟ الفترة الأخيرة دايما حاسس إن أنا تايه. فلما قعدت أفكر في الموضوع ده، أنا تايه ليه؟ لقيت إن إحنا ماشيين في كذا طريق في الحياة، لو قصرنا في أي طريق منهم ده هينعكس سلبيا علينا. أول طريق حق ربنا علينا، أول ما يحصل فيه تقصير حياتك مش هتبقى أحسن حاجة، مهما كانت حياتك شكلها عامل إيه، مهما كانت معاك كل حاجة أنت كنت عاوزها، مهما كان لو قصرت فيه مش هتكون أحسن حاجة. وكلنا جربنا الحاجة دي. تاني حاجة، الحياة العملية، دايما بتفكر في المستقبل. يا ترى اللي انت بتعمله ده قدام هيكون عامل ايه؟ يا ترى قدام هتبقى حياتك عاملة ازاي؟ حاجات كتير بتقعد تقول هل. فدايما لما ما يكونش فيه اجابات للأسئلة دي تحس انك تايه، ولما تحس انك تايه ما بتبقاش مبسوط، وبتنسى الحاجة اللي في ايدك دلوقتي. يعني لما تفكر في المستقبل وانك في المستقبل مثلا هتكون في حاجة ممكن مجهولة بالنسبة لك دلوقتي، بس انت مش عارف الحاجة دي. طالما هي مجهولة، دايما الشيطان مش هيهيأ لك الحاجة الكويسة، هيهيأ لك مثلا السيناريو اللي انت مش حابه، هيخليك تسخط على حياتك وتسخط على قدر ربنا وتسخط على حاجات كتير جدا. تقعد بقى تنسى النعم اللي انت فيها حاليا دلوقتي. يعني دلوقتي ربنا كرمك في كذا حاجه. من فتره انت كان مثلا حياتك في وضع معين، فكنت بدأ ربنا دايما بدعوه معينه، فالدعوه دي اتحققت وربنا رزقني بالحاجه اللي انا كنت بتمناها دي. بس الحاجه دي لما جات لي اكتشفت ان انا مش مبسوط بيها، مش فارقه معايا قوي للدرجه اللي انا كنت فاكرها فارقه. فالحاجه دي مضايقاني جدا. ليه؟ انا كنت اصلا بتمنى الحاجه دي، ولما حصلت انا مش حاسس بفرق، او مش حاسس ان انا مبسوط. فلقيت السبب الرئيسي ان الحاجه دي لما جات لي انا قاعد افكر الحاجه دي قدام، هل الحاجه دي هتستنى معايا؟ طيب هل الحاجه دي قدام هتقل ولا هتزيد؟ هل فقعدت اسال اسئله كتير خلتني اصلا مش عارف استمتع بوجود النعمه دي معايا دلوقتي. لا بالعكس، ده انا خايف النعمه دي قدام تروح مني، ودي مصيبه كبيره. يعني انا مش مسؤول عن المستقبل، يعني ربنا كرمك دلوقتي. ففي الاخر كده لما قعدت افكر اشوف انا مقصر في ايه، طب ده بسبب ايه؟ انا مش عارف استمتع بالحاجه اللي معايا دي خالص، مش عارف استمتع بكل النعم اللي في حياتي. قاعد دايما افكر، هي تفكير واحد بس قدام، هل الحاجه دي هتكون معاك ولا لا؟ طب الحاجه دي لو قلت، الشيطان مثلا يقول لك انت تتخرج السنه الجايه، الحاجه دي خلاص بقى الدنيا هتبقى عامله ايه؟ فممكن تسخط بقى، ممكن بقى تقعد تتضايق، ممكن تتشائم. لو رحنا للدين، تفائلوا بالخير تجدوه. النبي عليه الصلاه والسلام الحديث كلنا عارفينه، من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا وحذافيرها. كلنا عارفين الحديث ده، بس قليل منا اللي مصدقه. وعلشان تصدقه انك تبقى عايش بيه، اقتناع تام. وطبعا 100% اللي بيشوف الفيديو ده عنده قوت يومي 100%. يعني طالما انت معاك باقه نت وموبايل فانت عندك قوت يومك. فتخيل احنا كلنا نملك الدنيا بحذافيرها. يعني انا بتساءل، يعني قعدت افكر كده، الفرق مثلا بين المليونير وراجل معاه بس 8 وجبه النهارده بمقاييس الدنيا، الاثنين بيساووا بعض. عندك نفس المعايير الجسمانيه زي نفس المعايير الجسمانيه اللي عنده. يعني انت تقدر تاكل نفس مقاس المعده عندك، هو نفس مقاس المعده عنده. يعني نفس الوجبه اللي المليونير ده يشبع منها هي نفس الوجبه اللي الراجل اللي معاه قوت يومي بس النهارده ده اللي يشبع منها. فبتساءل، ما هو ده المعنى الحقيقي اللي عنده قوت يومي. ليه؟ علشان بكره احنا بنخطط لبكره، احنا مش عارفين هنعيش بكره ولا لا. ده حقيقه بجد. وبنخطط لبكره ولكننا احنا المسؤولين عن رزقنا، بننسى اللي فيه اصلا رزاق. طيب احنا عايزين نصدق ده. في مشكله ان دايما احنا مش عارفين نصدق. يعني انا عارف المعلومه وعارف كل حاجه، بس برضو الشيطان بيدخل لك من المدخل ده. فرجعت بنرجع طبعا في اي حاجه لازم نرجع للقران. ايه دايما كانت قدامي وبعيشها كتير عشان يعني صراحه، فانا اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني بص، هتبعد عن ربنا وذكر ربنا مهما كانت الرفاهيات اللي في حياتك مش هتبقى مبسوط. اتحدى اي حد يبعد عن ربنا وعن ذكر ربنا وعن الصلاه ويبقى مبسوط. انا عشت الفترات دي كلها، فانا خلاص ادركت ان كل الحاجات دي هي بامر ربنا. احكي لكم حاجه شخصيه معايا. انا من سنتين بالظبط والدي توفى، استاذنكم كلكم تترحموا عليه، ربنا يرحمه يا رب رحمه واسعه. فلما والدي توفى وانا اخر تانية كهرباء، بقالي سنتين في الكليه. انا حاليا في اخر سنه في الكليه، يعني توفى تقريبا من سنتين بالظبط. فهو توفى في اخر ترم في تانية كهرباء. وطبعا طول الفتره دي كلها المصاريف الشخصيه كانت من والدي طبعا، من البيت. يعني الشيطان بقى قعد يراودني الفتره اللي جايه، المعالم بتاعتها مش واضحه قدامي. وليكن مثلا ان الرزق بتاعي ده كان السبب الرئيسي فيه والدي. الشيطان كان يعني بيهيئ لك كده، والدنيا بقى خلاص، الدنيا باظت والدنيا. المهم ما عداش شهر على وفاه والدي ولقيت ان انا بيتعرض عليا حاجه، فرصه الشغل دي والله ما ساعدت ليها ولا 1%. خلاص امتحانات وخدت اجازه الكليه، الاجازه اللي هي بين السنتين بين تانية وتالتة. لقيت فرصه شغل اتعرضت عليا، الحاجه دي انا بعرف اعملها كويس جدا. ما ساعدتلهاش ابدا، هي جات لي
حسيت ان ده رزق ربنا بعته، انا ما ساعدش ليه. فادركت في الوقت ده ان انا لازم اوافق، وادركت في الوقت ده ان فعلا دي رساله، انا ما ساعدش للحاجه دي، والحاجه دي في حياه والدي ما جاتليش. فعرفت ان اتاكدت بقى، وهو عارف بس اتاكدت ان احنا كلنا مكتوب لنا رزقك كامل هتاخده قبل ما تموت في حياتك. مهما حصل في الدنيا اللي مكتوب لك هتاخده. فاول ما جات لي الفرصه دي انا استغربت على قد مثلا ما وافقت، على قد ما انا استغربت ازاي كده، ازاي الحاجه دي حصلت. يعني الشيطان كان بيقول لي ده السبب اللي كان موفر لك كل حاجه توفى، فالدنيا رايحه فين. فمن غير حاجه الحاجه دي حصلت. طبعا اللي بقى معايا كان اكتر من اللي كان معايا. السنه الاولى عدت، السنه اللي بعدها دبل يعني، من غير سبب، من غير ما اسعى لحاجه. فوصلت بقى للمرحله دي ان انا اصلا الحاجه دي ما كانتش معايا وما ساعدتلهاش، وربنا كتبها لي وما ساعدتلهاش. ولاحظ دايما بقول ما ساعدتلهاش، يعني ما جريتش ورا الفرصه دي، جات لي من غير حاجه خالص، من غير سعي مني. والسنه الثانيه دبل السنه الاولى. فبدات في مرحله ان انا ابدا افكر في قدام، والتفكير في قدام ده ما كانش مش شغلي. انا الفرصه جات لي من الهوا. طب انا ليه بفكر في قدام بقى؟ ما هو قدام مثلا ممكن مكتوب لي حاجه في مجال تاني، في حته تانية، في بلد تانية. قاعد افكر ليه بقى؟ مش عارف توقف تفكير. ده كله من الشيطان. الشيطان دايما يقول لك طب انت لو قدام بقى هتعمل ايه؟ يا ترى هتعيش ازاي؟ يا ترى الحاجات اللي انت بتجيبها دلوقتي لو ده ما بقاش موجود هتعيش ازاي؟ فدايما تنسى بقى تحمد ربنا على النعمه اللي في ايدك، فتبدا دايما ساخط على الحياه وعلى نفسك وعلى الدنيا، وممكن على دينك والعياذ بالله. حياتي فترات لما ما كانش كل ده موجود كنت مرتاح ومطمئن داخليا، عشان ما بفكرش في قدام. ليه؟ عشان مثلا في حياة والدي خلاص في والدك موجود، ريسورس بترجع له موجود، فانت مش بتفكر. بس احنا في الاصل كلنا في الدنيا دي المرجع الاول والاخير والاساس بتاعنا هو ربنا اللي موجود، هو الرزاق. ونهاية الموضوع ان احنا يا جماعة الرزق مش في ايدي ولا في ايدك، ولا الحاجة اللي في ايدك دلوقتي انت كنت السبب فيها، ولا اللي في ايدي دلوقتي انا السبب فيها. بس احنا محتاجين، بس احنا عارفين كل ده، بس بتبقى محتاج اشارة تأكد لك ده. والاشارة دي حصلت معايا وممكن حصلت مع كل واحد فينا. الفكرة انك لازم تصدق عشان ترتاح. احمد ربنا في النعمة اللي معاك النهاردة، بس ما تفكرش النعمة دي هتكون موجودة بكرة ولا لا. شكر النعمة بتاعت النهاردة ده اللي هيزودها بكرة ويبارك فيها بكرة. انا بعمل الفيديو ده وانا ممكن اكتر واحد بأثر فيكم بجد، بس عايزه يكون مرجع ليا في اي وقت على مدار حياتي. ارجع للفيديو ده لو رحت للطريق بعيد ولا حاجه يرجعني تاني. يعني الكلام ده قعدت اتناقش مع نفسي شويه فيه، فوصلت الكلام ده. فقلت لو حد مثلا في نفس الطريق تايه ولا حاجه ممكن الكلام ده يفيده. افتكرت حد كان بيقول ما تستغربوش لما تشوفوني بكلم نفسي، على الاقل بكلم حد بيفهم. يعني اشوفكم في فيديو جديد. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت. لو ليك اي تجربه احكي لنا، يا ريت تفيدنا وتلهمنا. كان معاكم اخوك محمود فكري، اشوفكم في فيديو جديد.